سألت نفسك ايه اللي بيحصل في دماغنا لما نحس بالسعادة؟ طب ايه اللي بيخلينا فجأة نتحفز نعمل حاجات ونحقق اهداف؟ وليه ساعات بنلاقي نفسنا عمالين نقلب في الموبايل او بنلعب العاب من غير ما نقدر نبطل؟ السر هنا يا جماعة هو حاجة اسمها الدوبامين، الهرمون اللي بيحرك حياتنا بشكل اكبر مما نتخيل. في الفيديو ده هنتكلم عن الدوبامين بشكل مفصل، ازاي بيأثر على حياتنا اليومية وازاي نقدر نسيطر عليه بدل ما هو اللي بيسيطر علينا. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. الجزء الأول خلينا نعرف إيه هو الدوبامين. الدوبامين باختصار هو واحد من المواد الكيميائية اللي بيصنعها المخ عشان ينقل إشارات بين الخلايا العصبية. فاكرين لما كنا صغيرين ونخلص واجبنا ونحس بإحساس الإنجاز؟ ده كان المخ بيفرز الدوبامين وبيكافئنا بالشعور بالسعادة. بس الغريب إنه مش بيشتغل بس على السعادة، ده كمان بيلعب دور كبير في التحفيز. لما تحس بالحماس تبدأ مشروع جديد أو حتى تعمل حاجة بسيطة زي إنك تروح الجيم، ده نتيجة إن الدوبامين بيتفرز في دماغك وبيحفزك. الدوبامين بيلعب دور أساسي في حياتنا اليوميه سواء بشكل مباشر او غير مباشر. مثلا تخيل انك بتشتغل على مشروع كبير في الشغل او الجامعه، كل مره تحقق تقدم المخ بيفرز دوبامين عشان يشجعك تكمل، ولو حققت الهدف هتحس باحساس قوي جدا بالسعاده والانجاز. في حاجات تانية ممكن تزود الدوبامين زي مثلا الاكل المفضل ليك، لما يكون قدامك كده اكل من خيرات الله وانت بتحب الاكل اكيد هتحس بالسعاده. حاجه تانية التفاعل مع الناس اللي بتحبهم، لما تكون قاعد قاعده حلوه كده وعلى هواك والدنيا ضحك وهزار اكيد كل الكلام ده هيزود الدوبامين عندك. في حاجه تانية انك تنجز حاجه حتى لو كانت صغيره، زي انك تنجز حاجه كنت حاططها في قائمه مهامك، هتحس بالسعاده برضه والدوبامين هيعلى معاك. الناس اللي بتحب الالعاب الالكترونيه او اللي بتقضي وقت طويل على السوشيال ميديا بيحصل عندهم نفس التاثير. بمجرد ما توصل لانجاز في اللعبه او تجيب لايكات على البوستات المخ بيفرز دوبامين وبيخليك تحس بالمتعه. لكن المشكله بتبدا لما نعتمد على الحاجات السريعه اللي بتدي متعه مؤقته زي السوشيال ميديا، الالعاب او حتى الاكل الجاهز. احنا بنعيش في زمن كل حاجه فيه بقت سريعه وسهله، والدوبامين بقى في حياتنا حاجه شبه الادمان. كل ما نقعد وقت طويل قدام الشاشه او على الموبايل بنشوف الفيديوهات القصيره او البوستات ونحصل على جرعات سريعه من الدوبامين. اللي بيحصل مع الوقت ان المخ بيبدا يعتمد على الحاجات دي عشان يحس بالسعاده، وده اللي بيخلينا نلاقي نفسنا دايما بنمسك الموبايل من غير هدف، او بنحس اننا مش قادرين نركز في حاجات تانية زي الدراسه او الشغل. ده بيتسمى ادمان الدوبامين، ودي واحده من اكبر مشاكل العصر. طب نقول لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه وعجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك بتاعك، وشكرا. طب دلوقتي ايه اللي بيحصل لو الدوبامين قل؟ لما المخ مش بيفرز دوبامين بشكل كافي بنبدا نحس بالتعب النفسي والاحساس بعدم الرغبه في عمل اي حاجه. كتير من الناس اللي بيعانوا من الاكتئاب عندهم نقص في الدوبامين، وعشان كده دايما بيحسوا بانهم مش قادرين يتحفزوا يعملوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. كمان في مشاكل تانية بتظهر لما يقل الدوبامين في الجسم زي فقدان الشغف والاهتمام بالحاجات اللي كنا بنحبها قبل كده. الحل بقى هو اننا نعرف ازاي نظبط مستويات الدوبامين في جسمنا بطريقه صحيه ومتوازنه. في شويه خطوات بسيطه ممكن نبدا بيها. مثلا الاكل الصحي، الاكلات اللي فيها بروتين زي الاسماك واللحوم بتساعد الجسم يفرز دوبامين طبيعي. خلي اكلك يكون متوازن عشان تحافظ على صحتك النفسيه والجسديه. ثاني حاجه ممارسه الرياضه بترفع مستويات الدوبامين بشكل طبيعي، وده السبب اللي بيخليك تحس بالحيويه بعد التمرين. حاول تمارس رياضه بسيطه يوميا حتى لو كانت ماشي نص ساعه. ثالث حاجه النوم الجيد، النوم الكافي بيزود افراز الدوبامين الطبيعي وبيساعد المخ انه يشتغل بكفاءه اكبر. حاول تنام على الاقل من 7 ل 8 ساعات يوميا. رابع حاجه قلل من استخدام السوشيال ميديا. كل مره تمسك موبايلك فيها عشان تشوف حاجه جديده على التيك توك او الانستجرام انت كده بتدي لدماغك دفعه سريعه من الدوبامين، لكن المفعول ده قصير. حاول تقلل من الحاجات دي وتدي وقت اكبر للحاجات اللي فعلا تفيدك وتدوم. في النهايه الدوبامين هو حاجه اساسيه بتحرك حياتنا، لو عرفنا نسيطر عليه ونستخدمه بشكل صحيح هنقدر نحقق توازن في حياتنا بين المتعه والتحفيز. ولو سيبناه يسيطر علينا حياتنا هتبقى عباره عن دوامه من البحث عن المتعه السريعه من غير ما نحقق حاجه حقيقيه. قولوا لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي بتحفزكم في حياتكم وازاي بتحافظوا على التوازن بين المتعه والعمل. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو عجبكم المحتوى، وشكرا.